أبواب الخير في القارة السمراء كثيرة، مثال بناء دور الأيتام والمراكز الإسلامية والمساجد وحفر الآبار وتقديم السلع الغذائية وإفطار صائم وتقديم عمليات العيون المجانية. البعض من هؤلاء يحتاج المبلغ البسيط حتى يتمكن من البصر، لا يبصر بعينه بسبب الماء، وهذا المشروع بفضل الله عز وجل عملناه في دارفور وكذلك عملناه في توغو. في توغو كان مدة تنفيذ هذا المشروع 3 أيام، ولكن إقبال الناس، وأعلنا في القرى الفقيرة ولم نعلن في العاصمة، بل عملنا الإعلان في القرى الفقيرة، وأتانا العدد الكثير حتى يجروا هذه العمليات. تمكنا في الله عز وجل عمل آلاف من الفحوصات المجانية، وبعد ذلك عملنا مئات العمليات للعيون، وتمكن من لم يبصر أن يبصر بتقديم مساعدة بسيطة وأثرها عظيم وكبير. وهذا باب من أبواب الخير المنسي، وهو مشروع عظيم ومشروع له أثر نفسي كبير على الأسرة بأكملها، تقديم المبالغ للعمليات المجانية.